الوز كان عايز يغفلني أبطال، اللي هتشوفوه ده كنز مدفون بذكاء. سلام عليكم أحلى غاويين في الدنيا دي كلها. احنا داخلين دلوقتي الأوضة اللي مدفون فيها السر اللي أنا كلمتكم عنه في الشورتس اللي فات. الكاوتشات دي فيها تراب. أول كاوتش لو تبصوا فيه عادي، يعني مفيهوش شيء مثير بالنسبة لي وأنا بشوفه يعني. تاني فردة نفس القصة. تالت فردة بقى، لو في نص الكاوتش كده التراب قابب بشيء غريب شوية يعني. فأنا حاولت أستكشف بإيدي حبة حبة كده وعلى مهلي، لغاية لما بدأ شيء يتجسد قدامي. فبقيت حريص أكتر إن أنا مش عارف إيه اللي موجود. والغريبة إن التراب حرفيا ناشف ناشف جدا وكأنه مبلول يعني. فبدأت واحدة واحدة وأسيسها عشان ما بوظش حاجة أنا مش عارف هو إيه أصلا اللي موجود. لغاية لما زحزحتها حبة حبة كده، وهوب بنت العفريتة كانت بيضة بيضة ومخبيها قال طبعا. الغريبة ان البيضة كانت دافية. هقول لكم هي عملت كده ليه بس بعد ما اوريكم انا اخدت من وراها ايه. لو عجبك السر المدفون وعايز تكون غاوي جامد، خليك معانا في القناة واشترك، وان شاء الله هتلاقي كل جديد ومثير. طبعا من بعدها بدأت أركز جدا وبدأت أشوف من كل ما هي تبيض بيض أو حاجة أخده منها بقى أول بأول، لغاية لما ما شاء الله الحمد لله وصل العدد النهاردة لتلات بيضات. الله أكبر، حجم محترم وحاجة كويسة جدا لأن ده أول إنتاج ليها تبارك الرحمن. هقول لكم بقى ليه الوز بيعمل كده. الوز سبحان الله عنده هندسة ربانية. اللي شفتوه ده مش صدفة، ده أذكى سلوك دفاعي للوز. لما يكون المكان مفتوح بالنسبة له بيبقى مقلق جدا، فالوزة بتخاف جدا على البيض من الغربان من العرس، فبتدفنه في قلب التراب. التراب بالنسبة لها حضانة طبيعية بتحافظ على درجة حرارة الجنين إذا كانت مخصبة. والكاوتش جلد يعني عازل للحرارة، والتراب عازل للرطوبة. سبحان الله هندسة ربانية 100%. مين علمها كل ده؟ سبحان المبدع المصور. لو عجبك الفيديو وحابب تشترك في القناة هيكون شرف وفخر ووسام على صدري. متنساش الفيديو اللي جاي علشان تعرف أنا طالع السلم ده ليه ولقيت إيه فوق. سلام عليكم ورحمة الله.